بسم الله الرحمن الرحيم. كأس العالم البطولة رقم 22 2022 قطر، البطولة الجميلة اللي الناس كلها تابعتها على مدى شهر، وطبعا كانت مميزة جدا جدا من كل النواحي. الناس اتكلمت في كل الأمور دي، مش محتاجين إن أنا أضيف فيها حاجة. المباراة النهائية يوم الأحد 18 ديسمبر الساعة 5، الأرجنتين وفرنسا. قبل البطولة ما تتلعب كانت الترشيحات لبعض، طبعا هم 32 فريق، كان كل الناس الأغلبية يعني بتقول أرجنتين، فرنسا، البرازيل، كان في فرق، في ناس قالت هولندا، انجلترا، كان في فرق مرشحة كتير. الدور قبل النهائي كان في فعلا الأرجنتين وفرنسا اللي وصلوا النهائي، ولكن كان معاهم كرواتيا اللي لعبت النهائي في 2018 وهي فرقة محترمة، وكان معاهم المغرب الجميل، الفريق العربي الأفريقي اللي خسر بشرف من فرنسا 2-0، وهيلعب ثالث ورابع السبت اللي هو بكره مع كرواتيا. طبعا بنحييهم الفرقتين، لكن لما نيجي نتكلم على المباراه النهائيه هنلاقي ان الارجنتين وصلت لنهائي كاس العالم. هي خدته مرتين زي ما كل الناس عارفه، 78 و86، وخسرت ثلاث نهائيات: 1930 مع اوروجواي، و90 مع المانيا، و2014 مع المانيا. في نفس الوقت ان فرنسا خسرت نهائي واحد اللي هو 2006 مع ايطاليا، الواقعه الشهيره بتاعت زيدان لما اتطرد، وخدت كاس العالم مرتين 1998 و2018 اللي هي حاليا حامل اللقب. المباراه ان شاء الله هتكون ممتعه ككوره. في نفس الوقت الترشيحات بتصب لصالح الارجنتين 60% وفرنسا 40%. ليه؟ هو الفرقتين متكافئين وعلى مستوى عالي، وده دخل فيه خمس تجوان وده دخل فيه خمس تجوان، وده فرنسا جايب 13 والارجنتين جايب 12. ميسي هداف البطوله خمسه، وفي نفس الوقت كيليان امبابي خمسه، ورا منهم يعني حاجه غريبه، ورا منهم جيرو الفرنسي اربع اهداف، وجوليان الفاريز الارجنتيني اربع اهداف. اتنين حراس مرمى عمالقه، مارتينيز الارجنتين ولوريس فرنسا. لكن في نفس الوقت ان الارجنتين، في الناس حاسه ان في ميل للحظ شويه مع ميسي. هو اولا موفق جدا طبعا، مش يعني ميسي ده لعيب لا يقيم، لعيب خلاص، مش هو بره التقييم من زمان، مش مستني دي، لكن هو ما خدش كاس العالم، ويمكن ربنا عايزه المره دي. الناس بتقول كده انه ممكن ربنا مسهل له الدنيا، وما اتغلبوا اول ماتش في البطوله من السعوديه العظيمه، عملت ماتش جميل وخسرت الارجنتين ساعتها من السعوديه 2-1، وده كان سببه يا جماعه الاساسي. الارجنتين جابت جون بدري قوي، واحرزت اربع اهداف اتلغوا من الفار، تسللات طبعا، اداهم احساس الماتش سهل قوي، وتعلموا الدرس بقى لما اتغلبوا في الشوط الثاني الجولين بتوع السعوديه اللي جابوهم، اتعلموا الدرس كويس قوي. ده بالنسبه للارجنتين. ميسي مركز، وطبعا ما شاء الله عليه الجمال كله والاداء والاسيستات والاهداف وكل الكلام ده، فالناس حاسه انه في شويه توفيق معاه. طب ما هو فرنسا كمان عندها كيليان امبابي، ما يعني ما يقلش، لعيب جامد جدا والناس بتحبه برضه. ولو قعدنا بقى نعدد في اسامي اللعيبه، انا بس احب اقول ان جريزمان عامل بطوله كويسه جدا، وعامل 3 اسيست او 4 اسيست، عامل 3 كويسين جدا، منهم في الماتش المغرب شغله كان باين جدا. جيرو من اللعيبه اللي تحس انه في اي لحظه هيعمل حاجه، جيرو ممكن في ثانيه يكسبك ماتش. في نفس الوقت الارجنتين طبعا بكل قوتها، وقلنا جوليان الفاريز الوجه الجديد طبعا لعيب جميل جدا، وقوه ميسي في ان هو بيقدر يسيطر على الملعب. ميسي بيسيطر على الملعب، امبابي يختلف عنه ان هو كاسحه هجوميه، وغالبا من ناحيه الشمال من الجناح الايسر بيشتغل فيه، فلذلك الترشيحات سنه مع الارجنتين، لكن الماتش هيبقى قوي جدا. عايزين نقول نقط صغيره، ان اللي بيهتم بالدفاع، لاحظنا يا جماعه المغرب لما كانت بتدافع كويس قوي طول البطوله، وما كانت قعدت ما دخلش فيها غير جول واحد في اول اربع خمس ماتشات، لكن جت في ماتش فرنسا ديدي شامب مدرب فرنسا عرف يستدرجهم بذكاء شديد جدا، انه يخلي الكوره معاهم. هو جاب الجول بدري صحيح بعد اربع دقايق وشويه، لكن هو كده كده كان نازل المباراه مخطط لده، انه يستدرج المغرب انها هي اللي تمسك الكره وتلعب، عشان عارف ان هم لما بيدافعوا بيبقى صعب تجيب فيهم جول. فرنسا دي شامب من يوم ما مسكها واخد كاس العالم، طبعا لعب نهائي اوروبا 16 2016، وخد كاس العالم 18 وبيلعب النهائي النهارده،
وهو مدرب حصيف، مدرب ذكي، وبيقدر يشغل الناس بتوعه كويس. ده كمان ناقص كريم بنزيما من ضمن العناصر اللي ما لعبتش معاه. فعايز اقول ان هو المدرب اللي بيهتم بالدفاع وبالنواحي الدفاعيه بيبقى عنده فرصه كويسه. امتى اكون انا مدرب هجومي بقى وبشتغل؟ لما يكون معايا الافراد. يعني الارجنتين عندها دي، ومع ذلك برضه بتهتم بالدفاع، وبرضه بتركز على ان هي ما يخشش فيها جون بعد ما اتقرصت في ماتش السعوديه. في ملحوظه صغيره تانية، ان ديدي ديشام فرنسا خدت معاه كاس العالم 98 وهو لعيب، وخدت معاه 2000 كاس اوروبا وهو لعيب، وخدت معاه 2018 كمدرب كاس العالم، ولعب نهائي اوروبا 16. يعني لو خد دي كمان هيتعمل له بقى تماثيل في باريس هناك. في نفس الوقت ان هيبقى لوريس اول كابتن، لو فرنسا خدت البطوله اول كابتن ياخد كاس العالم ويشيله مرتين متتاليتين. لان هو ما حصلش قبل كده ان حد خد الكاس مرتين غير البرازيل 1958 و1962. بس كانوا الكابتنين مختلفين. ده كمان مش كده، كان المدربين الاثنين مختلفين، ايموري موريرا وفينسنت فيولا، ده مع البرازيل 58 و62. انما المره دي هيبقى ديشام اول مدرب ياخد كاس العالم مرتين ورا بعض. دوافع عاليه جدا لفرنسا. دوافع الارجنتين بجنون الكوره في الارجنتين وعظمتها. ميسي ياخد البطوله بقى، ميسي ياخد بطوله كاس العالم، بيليه خدها ومارادونا خدها. فهو يعني الارجنتين لما خدتها، مارادونا خدها مره واحده على فكره اللي هي 86، لانه في 78 كان عنده 18 سنه، وللاسف استبعدوا سيزر مينوتي قبل السفر مباشره. مفيش سفر، ده هو كان عندهم البطوله قبل البدايه ان هم يلعبوا. قال صغير، لو كان حط اسمه ولو شرفيا حتى كان خدها كده مرتين مارادونا. فهو بالنسبه لميسي هتبقى الاولى، وهيبقى وضعه في الارجنتين طبعا اكتر ما هو ما شاء الله عليه. انا بقول ان المباراه، على فكره انا توقعي برضو الارجنتين، رغم ان فرنسا قويه جدا وكل الكلام، ما اعرفش الاحساس الارجنتين ده، وانا ما يفرقش معايا بالنسبه لي كشخص. الاثنين دول بحب ميسي وبحب مبابي، انا نفسي مصر اللي تاخد كاس العالم اصلا او تروح كاس العالم. انما احساسي المباراه هتبدا بجس نبض عالي جدا من الفرقتين، وحذر شديد زي ما بقول، والتامين الدفاعي هيبقوا خايفين لغايه ما فرقه تقتحم. تلاقي مبابي سحب بواحده، تلاقي عندهم شواميني، عندهم لعيبه طبعا، جريزمان قلنا، ونفس الكلام بالنسبه للارجنتين. ان شاء الله باذن الله نشوف مباراه طيبه، ونقول مبروك للفريق الفائز.